السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم نوع من تحليات رمضانية 2023 فلان الطبقات بذوق الموز، بزاف بنينة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا في كاسرونة حطيت 500 مليلتر حليب سائل، ضفت له مغرف كبيرة سكر عادي، مغرف كبيرة معمرة مليح نشا، وكيس تاع ذوق الموز وزن 50 غرام. خلطتهم بارد في بارد، من بعد ديتها حطيتها فوق النار وبقيت نخلط فيها حتى يغلى الخليط ويتقال. نحيته من فوق النار وصفيته كاش ما يكون فيه شوائب تاع النشا الى الحليب. من بعد بديت نفرغ في كؤوس التقديم. هنا عمرتهم للنصف فقط، تعمروهمش بزاف. انا عملت 4 كيسان وانتم الافضل تعملوا 5 كيسان كي يكون الحجم تاعهم متوسط. هنا خليت كميه باه نعمل كريمه، فرغتها في صحن، خليتهم هدات درجه الحراره تاعهم، من بعد حطيتهم في الثلاجه يبردوا مليح. من بعد رحيت 100 غرام تاع بسكوي، انا استعملت بيمو، نتوما استعملوا اي نوع حبيتو، المهم ما يكونش محشي بالكريمه او الشوكولا. ضفت له 3 مغارف كبار تاع زبده تكون دايبه او مارغرين، ونخلطو حتى نتحصل على خليط يكون مرمل. من بعد ما برد الفلون اللي نخدم به الكريمه فرغته في صحن يكون واسع، وضفت له علبه تاع ياغورت بذوق الموز و2 مغارف كبار لا شانتيي، ضربتهم مليح بالباطير. هنا جاتني الكريمه خفيفه شويه، ضفت لها مغرف كبيره شانتيي وضربتهم مليح. يعني هنا استعملنا 3 مغارف كبار تاع لا شانتيي، ونكملوا نضربوا مليح حتى نتحصلوا على كريمه تكون خفيفه ومتماسكه في نفس الوقت. من بعد فرغتها في بوش ادوي. من بعد ما بردنا الفلان في الكؤوس نبداو نعمروا فيهم بالبسكوي بهذه الطريقه. خليو مكان للكريمه، تعمروهمش بزاف بالبسكوي. هنا بقات لي كميه، على بها قلت لكم من الاحسن تستعملوا 5 كيسان. من بعد عملت خطوط بصوص الكراميل وعمرتهم بالكريمه بهذه الطريقه. انا هنا التزيين زينتهم بكاوكاو ايفيلي محمص وحبات تاع كرز مصبر. انا هذا الشيء اللي كان عندي في الدار زينت بيه، وانتم زينوا بالشيء اللي عندكم، يعني ما تتقيدوش بهذا التزيين راح تتحصلوا على تحليه بزاف بنينه. هذا هو الشكل النهائي تاع التحليه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.